تعالوا اقول لكم ازاي تخنت 8 كيلو عن وزني الطبيعي بعد الولادة. وده مش بسبب اي حاجة من الولادة خالص، ده بسبب سوء تغذية مني انا عايزة اقول لكم ان انا كان عندي جوع عاطفي مش طبيعي ولحد دلوقتي موجود. هو ان انا باكل وانا مش جعانة باسباب مختلفة. مرة باكل وانا زهقانة، مرة باكل وانا مودي مش لذيذ كده، وانا مش جعانة خالص. كنت بقعد في الاول ادي نفسي مبررات. لما مثلا اول ما ابني اتولد، ولما كان بياخد ناب بالليل، بينام بالليل شوية، كنت اقول بس بقى ده مي تايم، ده الوقت بتاعي. فانا عايزة ابسط نفسي وعايزة اخرج نفسي بقى من مود الامومة بقى والكلام ده، فقاعدة بقى براحتي. ايه اول حاجة بعملها؟ باكل. طب انا جعانة؟ لا، مش جعانة خالص. لدرجة ان انا عودت نفسي على العادة دي. بقيت مثلا بتفرج على التلفزيون بالليل، بتفرج على مسلسل بحبه والكلام ده. بقيت على مدار قد ايه، بتاع مثلا سنة، انا بقالي سنة دلوقتي اهو. انا كل يوم بالليل لما باجي اتفرج على اي حاجة في التلفزيون بالليل وهو حمزة نايم، انا باكل. لدرجة ان انا بقيت بقوم تلقائي، خلاص جسمي اتعود، بقوم تلقائي اشوف هحط ايه حتى في الاير فراير. ملهاش علاقة اير فراير او قلي او ايا كان، انا مش جعانة باكل ليه. فبقيت خلاص متعودة وانا قاعدة بتفرج على التلفزيون انا لازم ببقى باكل حاجة، لازم. وده اللي تخني. انا كنت خسيت على فكرة، جه وقت خسيت بتاع 4 كيلو 5 كيلو، ورجعت اتخنتهم تاني عشان الجوع العاطفي. فصدقوني يا جماعة، هو الحل ان انتوا تسألوا نفسكم هو انا جعانة؟ لا، يبقى ما تاكلوش بجد، ما تاكلوش. طب انا اتعودت ان انا بحرك بقي وخلاص وانا قاعدة بتفرج على التلفزيون. فكان ايه الحل؟ ان انا بدل ما اقعد اعمل حاجات فرايد، بطاطس محمرة، ستريبس، اندومي، الكلام ده كله، لا، اقعد اقطع مثلا جزر وخيار وطماطم واكلهم. مش انا عايزه اكل حاجه وخلاص، اعمل كده. او ان انا اادب نفسي. والله العظيم يا جماعه، تهذيب النفس ده اهم حاجه لازم نعملها لنفسنا. ايه هو تهذيب النفس؟ ان انا ما اكلش. انا مش جعانه، انا بس متعوده على عاده وحشه، فاهذب نفسي. لما اجي قايمه عشان اروح اعمل حاجه في المطبخ، ما الاقيش حاجه اعملها. يعني انا بقالي هو دلوقتي داخله في شهر انا منعت نهائي في البيت عندي اي شيبسيهات، اي حاجات شوكليتس، اي بسكوتات، اي حاجه بتتخن. عشان لما اقوم بالليل زي المدمنين كده، اقوم الاقي عايزه ادور على حاجه اكلها، ما الاقيش. فاعمل ايه؟ انام وانا مش جعانه، انام وانا متضايقه ان العاده اللي انا كنت متعوده عليها ما بقتش بعملها. والله العظيم نركز بس مع نفسنا شويه، نشوف بجد احنا جعانين ولا لا، نشوف الجوع اللي عندنا ده جوع عاطفي ولا لأ. لو باكلين كويس قوي، متغذين كويس، وجبة فيها بروتين والخضار بتاعنا ونسبة النشويات بتاعتنا، يبقى ما نهبلش في الأكل. وده صدقوني هيخسسني. عشان لما بطلت أعمل العادات الوحشة دي واتمرنت تمارين خفيفة قوي في البيت، أنا بجد خسيت وشربت مية كتير جدا. ده اللي خسسني بس كده. ممكن كفاية تخلوا الناس تضحك عليكم يا جماعة. مفيش مشروب بيخسس، حاجة اسمها نمشي على نظام غذائي، وده اللي هيخسسنا، مش البقدونس بالكرفس. يعني أنا طول اليوم بضرب في أكل وشوكولاتات ونشويات، هاجي أشرب ده بالليل وهخس؟ انتوا بجد مقتنعين؟ ما تخلوش حد يضحك عليكم. الناس اللي بتقول كده دول بيعملوا عمليات نحت وعمليات تكميم وعمليات كتير جدا، يجوا يقول لكم انا بشرب بقدونس بالكرفس وبخس. مالهاش علاقه يا جماعه، لا طبعا. وانا بشربه دلوقتي عشان انا عندي برد اصلا، ملوش علاقه بالخسسان. ولكن حتى الميه اللي بالشيا سيدز، اللي ببذور الشيا، بشوف مصر كلها بتشربها، ماشي، دي بتملى مساحه من البطن لما البذور الشيا بتنفش. فيها الياف، فيها فيتامينز، وكل الكلام ده لذيذ وحلو قوي. ولكن ما تعتمدوش على ده بس في ان انتوا تخسوا. لا، قللوا اكلكم على مدار اليوم، قللوا شويه النشويات، بدلوها بنشويات صحيه. ما تاكلوش سكريات كتير، اشربوا ميه كتير جدا على مدار اليوم. موضوع الميه ده يا جماعه فرق معايا بشكل مش طبيعي. بقيت كل يوم املى البتاع اللي هي دي، املاها، واقعد اشرب ميه بتخليني بجد عايزه اشرب ميه دي، عشان الميه تفضل ساقعه طول اليوم. المية بتفرق جدا، بتخليكم ما عندكوش الجوع الرهيب بتاع اليوم الطبيعي ده. ف ولازم رياضة، لازم. فأنا هبدأ أشرب مية ببذور الشيا، مش عشان هي بتخسس ولا عشان هي تنفش في البطن، بس عشان أنا سمعت عنها كم فوائد مش طبيعية. فيها كمية بروتين، كمية أوميجا 3 أوميجا 6، كمية فيتامينز، كمية ألياف. فأنا جسمي محتاج الكلام ده فعلا. هبدأ أشربها وأقول لكم هل هي بتحسسني بجد بالشبع ولا لأ؟ هل أنا حاسة بفرق من الفيتامينز والألياف اللي فيها ولا لأ؟ فانتظروني كل يوم كده بالليل، نقعد نرغي مع بعض في وقفة المطبخ اللذيذة دي، ونتكلم شوية معتقدات كده عن الأكل والخسسان والتخن والكلام.